لو عايز تقابل إبليس مفيش غير هلاك، هو اللي هيقدر يوصلك. في اللحظة اللي كل الملايكة سجدت لآدم، في كائن واحد بس هو اللي رفض السجود. كائن شاف في نفسه الجمال وعصى أمر ربه، إبليس. أول واحد حب نفسه أكتر من الحق، وأول واحد اطرد من رحمة الله. نزول إبليس من السماء ما كانش عادي، كان عبارة عن كتلة نار نازلة من السماء. نزل على أرض ما فيهاش نور، ما فيهاش حياة. نزل على حافة بركان بيغلي، والأرض من تحته ما كانش بيجري فيها الحمم البركانية وبس، لا ده كان بيجري فيها الشر وحقد إبليس نفسه. ومن وسط الحمم والشر والحقد ظهر حصان اسود، عيونه من نار، انفاسه لهب من الجحيم، اقوى من اي شيطان واسرع من اي حاجة موجودة على الارض. ابليس خد الحصان لمكان معزول، وقرر ان الحصان ده هيكون رفيقه الوحيد، وسماه هلاك. محدش يعرف مكان إبليس، لا بشر ولا جن، ومحدش يعرف يقابل إبليس. بس لو عايز تقابله مفيش قدامك غير هلاك، هو اللي يقدر يوصلك. وعشان هلاك يجيلك لازم طقوس معينة. النمرود واحد من 4 ملوك حكموا الأرض، لما عرف إن إبليس هو الكائن الوحيد اللي هيعلمه أقوى أنواع السحر، قرر يقابله. جمع كل المستشارين وكل السحرة، وعمل كل أنواع الطقوس الممكنة، لحد ما جاله واحد من أكبر شياطين إبليس عشان يعلمه الطقوس الصحيحة. لما النمرود عمل الطقوس الصحيحة نام، وشاف نفسه واقف على حافة بركان وقدامه حصان مهيب. ركب الحصان وشق طريقه في الضلمة ووصله لإبليس. ظهور هلاك في أي معركة بين الشياطين بيكون إنذار من إبليس بوقف الحرب. حتى أبناء إبليس لما يحبوا يقابلوه بيحضروا هلاك عشان يوصلهم. باختصار، هلاك هو الكائن الوحيد اللي يعرف مكان إبليس، والكائن الوحيد اللي يقدر يوصلك ليه. وانا قررت اقابل ابليس. انا مين؟ انا الشر اللي هتعرفوه قريب قوي. الحكاية لسه ما خلصتش.